أخيرا أسدل الستار على قضية مقتل الملاك البنت المصرية نيرة أشرف. تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم في القاتل المجرم محمد عادل اللي جاب سكينة وترصد لها أمام الجامعة وطعنها وذبحها واغتال عمرها ومستقبلها وأحلامها وقهر أبوها وأمها عليها. ها هو القضاء العادل الذي أيد حكم الإعدام عليه، وها هو رب الكون قاضي السماء والأرض يقتص من محمد عادل وينفذ حكم الإعدام شنقا فجر اليوم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. الرسالة دي هي رسالة لكل إنسان كان بيدافع عن محمد عادل وكان بيدعو للم الدية وكأنه قتل خطأ، وهو قتل متعمد، قتل مع سبق الإصرار والترصد. المتطرفين قلبا وعقلا وسلوكا اللي تعاطفوا معاه وكانوا بيحاولوا يطلعوه من القضية اقتص رب الكون منه وشاف مصيره في الدنيا ومصيره في الآخرة هيخلد في نار جهنم، لأنه اغتال نفس بشرية وقتل نفس بشرية ربنا حرم قتلها. نصيحة لكل أب وأم: ربوا أولادكم على إنهم ما يكونوش طغاة، ربوا أولادكم إن ممكن يتقال لهم لأ ومش نهاية العالم، ربوا أولادكم على التسامح، على السلام، على الأخلاق والضمير. ازرعوا فيهم الوازع الديني اللي موجود في كل الأديان السماوية. شيلوا من قلوبهم الغلظة. شوفوا مين السبب اللي خلى الأفكار دي تدخل في دماغه. شوفوا مين السبب اللي ودى المجتمع لأفكار الانتقام والقتل وسفك الدماء. فلترقد روح نيرة أشرف في سلام ويكون مصيرها يا رب الجنة، وربنا يصبر أبوها وأمها في مصيبتهم دي، والقاتل أخذ القصاص وجزاؤه في الدنيا. أشوفكم على خير.